اهلا بيكم وحلقه جديده من حلقات الكوتش. معاكم بيتر دانيال. مرة عيل اسمه مصطفى ده كان كل يوم ينام متأخر ويصحى متأخر، وابوه كان نفسه يصحيه بدري. هو الولا مش في دماغه ويابا فكك مني سيبني اعمل اللي انا عايزه انا اضرب مستقبلي. ابوه سابه فترة كبيرة، شهر وشهرين وثلاثة، والولا برضه بينام متأخر ويصحى متأخر. ابوه قال بس بقى كفاية قوي كده، تعالى اروح امك. راح سحب منه الموبايل وقال له مفيش توليع تلفزيون ولا كمبيوتر ولا اي حاجه غير لما تنام بدري وتصحى بدري. الولد طبعا اتعفرت ومش عارف ايه، ولا انا هعمل اللي انا عايزه مالكش دعوه بيا يا ابويا ومش عارف ايه، وسيبني انام براحتي واصحى براحتي ومش عارف. لكن ابوه كان مصمم ان هو ينامه بدري، وفعلا الولد خد وقت كبير قوي عقبال ما اتعود على النظام الجديد. نفس القصه دي بتحصل في عقلنا بالظبط. كل ما نعوز نعود عقلنا على عاده معينه بيغلبنا. عقلك ده مرقوع بيموت في المرقعه، اديله مرقعه. عشان كده لما تحب تغير عاده من نفسك اغصب على نفسك جامد قوي، هتفضل اول 3 ايام واول اسبوع مش طايق نفسك. زي كده واحد بيشرب سجاير ونفسه يبطل، بيبقى اول 3 ايام دول جحيم واول اسبوع بيبقى جهنم. ليه؟ لان عقله اتعود على حاجه معينه، هيجي يغيرها عقله لسه في عمليه تغيير. عشان كده اصعب عمليه بتحصل للانسان هي عمليه التغيير دي، ان انت تغير من عاده قديمه لعاده جديده، او من العاده الوحشه لعاده حلوه. يلا بقى ندخل في صلب الموضوع، والنهارده هلخص لكم كتاب اسمه كيف تتخطى آلامك وتواصل حياتك للكاتبة لويز هاي. الكتاب ده بيدور على 5 نقط بس. اللي انا قلته في الاول ده كان اول نقطة. تعال نخش في تاني نقطة. لو عندك طاقة سلبية تتخلص منها ازاي؟ قالت لنا لو حضرتك او حضرتك عندكم عربية، روحوا في مكان ما فيهوش ناس واقفلوا ازاز العربيات واقعدوا صرخوا، طلعوا كل الطاقة اللي جواكم عشان الطاقة دي تطلع على هيئة صراخ او كلام انتوا بتطلعوه يعني ببقكم كده. ما عندكش عربية تعمل ايه؟ تروح قافل على اوضتك زي ما انا عامل كده، وما يكونش حد في البيت، تروح مصرخ، تروح مطلع كل الكلام اللي مضايقك ونفسك تطلعه من زمان. الموضوع ده في علم النفس بيجيب نتيجة حلوة قوي مع الناس اللي هي دايما عندها ضغط نفسي والناس متعصبة دايما. في مكان مش عارف بصراحة، كنت شايف له فيديو على فيسبوك، مش عارف هنا ولا بره مصر، كانوا بيدخلوا الواحد مننا أوضة مليانة أجهزة كمبيوتر، كان يمسك المضرب ده ويقعد يكسر في الأجهزة اللي حواليه، يكسر فيها. بس الواحد من دول بعد ما بيعمل كده بيطلع تمام، هو خلاص خرج الطاقه اللي جواه. الكاتبه بتقول لك ما تحاولش تقاوم السلبيات اللي في حياتك، ما تقعدش تقول يا ربي هو انا ليه بيحصل لي كده، وكل ما تخش في مشكله يا عم انا مش عارف ليه ربنا بيعاملني كده، وانا عملت اللي عليا بس مش عارف ايه اللي بيحصل ومش عارف ايه. ما تقعدش تلوم وتلمي شماعات على ربنا. مش دايما كده في اصحابكم تلاقوا اللي دايما بيشتكي بيبقى فاكر نفسه هو الضحيه وهو اللي ربنا مستقصده وهو دايما اللي بيحصل له المشاكل والباقي لا. مفيش حاجه بالصدفه، كل حاجه ليها سبب. عارفين الشخصيه من النوع ده بيبقى ايه؟ ده دايما مش بيبص غير على السلبيات. هديكم مثال. انا العيد اللي فات جبت جاكيت اصفر، فلما نزلت مع صحابي وكده واتكلمت عليهم وكده ببص حسيت ان كله لابس اصفر شبهي، مع ان في الحقيقه هم 2 3 4 5 بالكتير لابسين اصفر، والباقي اسود بني كحلي اي لون من الوان ربنا يعني. طب ايه اللي بيحصل؟ ليه لما بتجيب هدوم جديده بتحس ان كله لابس شبهك ونفس درجه اللون؟ الفكره كلها ان انت مركز على طقمك انت، مش شايف غيره، فشايف كل الناس شبهي. نفس الكلام بيتطبق على اللي شايف السلبيات. طول ما انت مركز عينك على السلبيات مش هتشوف غيرها. ده واحد مع اي عائق بيقابله يقول عليه سلبيات، والدنيا والظروف والسياسه هو كده. بس هي الكاتبه جابت لك حل، قالت لك السلبيات اللي عندك دي اهبدها ارميها. بالنص كده بتقول ايه؟ اضربها عرض الحائط، يعني ولا كأنها موجودة. طب تعمل ايه بقى؟ تركز على الإيجابيات، تركز على اللي عندك انت، ايه الحلو اللي في حياتك وتقعد تفكر فيه. داخل على حاجه جديده، انا مثلا بحب التمثيل ومثلا عندي مسرحيه قريب، هفكر في المسرحيه دي عشان لما هعمل المسرحيه هبقى فرحان وهبقى مبسوط، فانا هفكر على الحاجه اللي تسعدني، مش هقعد افكر في الظروف واقعد افكر في السياسه والاعلام بيقول ايه. انا عارف ان الواقع بتاع مصر وحش والدنيا بايظه شويه والظروف مش مستقره، بس ده ما يمنعش ان انت برضو في ايجابيات في حياتك. بدليل ان كان في كاتب قبل كده في كتاب، طول ما انت بتلاقي الاكل اللي انت بتاكله وبتلاقي الفرشه اللي انت بتنام عليها وبتدفى وبتتغطى، فانت كده اغنى اغنياء العالم. لان في ناس كتير قوي مش لاقيه الحاجه البسيطه اللي هي عندك دي. وبدل ما تقعد تشتكي وبدل ما تقعد تفكر في السلبيات، اعرف انت عايز تعمل ايه، انت اصلا جاي الدنيا ليه. اسال نفسك السؤال ده، ايه اهدافك في الحياه، عايز توصل لايه. تالت نقطه اتكلمتها الكاتبه في الكتاب هي ان ازاي تتقبل نفسك. بكل بساطه لو حد قال رايه فيك ما تصدقهوش، لان دي مش حاجه حقيقيه، دي مش حقيقه موضوعيه تاخدها على نفسك. صدق اللي انت حاسه بس. ليه؟ هديك مثال حلو قوي. يعني انت مثلا مصاحب مصطفى ومحمد ومايكل وجورج ومش عارف ايه، هل راي مصطفى فيك زي راي جورج؟ مستحيل. ده ليه راي وده ليه راي. فالكاتبه بتقول لك ريح نفسك وما تاخدش راي حد.
خليك اعمل اللي انت حاسه، اعمل اللي انت شايفه. انا بيتر شايف نفسي كذا 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 كذا، فانا هعمل بناء على كذا كذا كذا، لكن راي الناس فيا مش مهم. نقطه كمان مهمه، ما تصدقش اي حد ينتقدك، مش اي حد ينتقدك تصدقه، لان برضو النقد ده عباره عن اراء شخصيه. انا هقول راي، غيري يقول راي، لكن انت اصلا في دماغك حاجه ثالثه خالص. فامشي باللي انت شايفه فيك ومآمن بيه، بس فكك من النقد. النقد ما تصدقهوش، اتحرر منه. آراء شخصية، دي آراء بس دي آراء. الكاتبة بتقول طول ما انت بتدور على الحب مش هتلاقيه، مش هيجيلك. ولو استنيت الحب او فضلت تدور عليه كتير هتختار حد مش مناسب ليك، لان ده بيبقى اختيار متسرع. بس مش معنى ده ان انت تقعد في بيتكو وتفضل كده قاعد مستني الحب يجيلك لغايه عندك. خليك مستعد ليه، لانه في اي وقت هيجيلك، هو لازم يجيلك. وقالت لك لازم يكون عندك خبره سواء نظريه او عمليه. ليه يبقى عندي خبره في الحب؟ قالت لك لان الحب ده زيه زي اي حاجه محتاج خبره. اخر نقطه اتكلمت فيها الكاتبه، لو لقيت هدومك الدولاب بتاع هدومك في حاله فوضى، اعرف ان افكارك في حاله فوضى، لان هي عمليه نسبه وتناسب، سبب ونتيجه. لو عندك حاجات عدى عليها 6 شهور من غير ما تستخدمها، اتخلص منها، ارميها، شحتها، اتبرع بيها. لو معاك هدوم بقالها سنه مركونه في الدولاب، اتخلص منها، جدد حياتك، يا تتبرع بيها يا تحرقها يا تبيعها يا اي حاجه، بس انا ارشح ان انت تتبرع بيها احسن. افتكروا بقى تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للحلقه لو بتشوفني على اليوتيوب، ولو بتشوفني على الفيسبوك اعمل لايك وشير وكومنت. هسيب لكم الكتاب ده في الديسكريبشن تحت PDF للي حابب يقراه ويطلع عليه. استنوني في فيديو جديد وموضوع جديد. كان معاكم الكوتش بيتر دانيال. الكاتبه بتقول لكم حاجه حلوه قوي، بتقول لكم ان اي حد في حاجه مضايقاه يضحك عليها، يالف عليها نكت. الكليه نفخ والدكاتره نفخ، الف عليهم نكت، اقعد تضحك كتير قوي. الموضوع ده هينسيك المضايقه، هيطلعك بره الدنيا دي. وافتكروا المشهد ده من فيلم ممر عشان ياكد الكلام اللي قالته مين؟ الكاتبه. يلا باي باي.